السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد. نتمنى تكونوا على خير. فيديو اليوم ان شاء الله غنشارك معكم بسطيله معلكه لذيذه بزاف بجميع التفاصيل ديالها باش انها تنجح معكم ان شاء الله. فكنتمنى ان شاء الله اقتراح اليوم ينال اعجابكم. اذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه فما تنساوش تشتركوا وتخليوا لي جيم وندوزوا الطريقه والمقادير. بالنسبه للمكونات اللي غنشارك معكم فكيوجدوا لنا بسطيله ديال 35 حتى 40 سنتيمتر. اهم حاجه في هذه البسطيله ما تنقصوش من الكميه ديال البصله هي اللي غتعطيكم محتلكه اللي هي غزاله بزاف بزاف الدجاج ديالكم. فندوزو للطريقه. بالنسبه للمكونات فاول حاجه غادي نحتاج ليها هي الشرموله اللي غادي ندير بها الدجاج. فغادي نحتاج ملعقه كبيره من الخرقوم، ملعقه كبيره من البزار، من سكينجبير، زنجبيل. غادي نحتاج نصف ملعقه صغيره من الفلفل الاسود البزار. غنحتاج نصف ملعقه من القرفه المدقوقه. الملح اللي كيبقى على حسب الذوق. ملعقه صغيره من السمن، ما يكونش السمن اللي هو قوي بزاف، المهم السمن يكون هكا زوين وصافي. المهم هنا غادي نحتاج شويه ديال المروزيه، ممكن تستغناو عليها. انا كنضيف واحد شويه تقريبا واحد 4 معالق ماشي بزاف. 2 دويمات ديال الزعفران اللي غادي ندوبهم شويه ديال الماء وغادي نضيفهم لهاد المكونات. نحاول نخلط المكونات مزيان حتى غادي يتجانسوا يعني كاملين مع بعضيتهم. ديك الساعه كناخذ الدجاج ديالي اللي كنكون ديجا غاسلاه مجزوله له جلده وكلشي، وكنحاول ندهنو مزيان بهاد الاقامه ديالنا من جميع الجوانب، وكنحتفظ به. كنحاول نخليه انه يتشرب واحد شويه، المهم خليه ساعه ساعتين شحال ما خليته مزيان. انا هنايا فاش جبت الدجاج اول مره غسلته مزيان ووجدت واحد شويه من هاد الشرموله هكذا ودهنتها به، ماشي بزاف غير شويه دهنتها به وخليته في كونجيلاتور يعني عادي حتى بغيت نخدم به. عاود جبته وعاود شربته من بعد. انا هادو اللي صورت معكم هادو واحد الكميه اللي جبتها تقريبا واحد 3 الطريفات اللي خليتهم بلا شرموله باش نوريكم وصافي. هنا الطنجره اللي غادي نحاول نطيب فيها غادي ندير فيها تقريبا 3 كيلو حتى 3 كيلو ونص ديال البصله. مهم تقدر تبان لكم كميه كبيره، ولكن كيف غتشوفوا معايا في الاخر البصله ما غاديش تبقى واقفه، ما غاديش تبقى يعني غادي تولي غير شويه. فهنا كيف غتشوفوا معايا درت شويه ديال المسكه الحره، قبيله ديال القزبر معدنوس، عود ديال القرفه. ما تبقى لي من شرموله تقريبا كاس الا ربع من الزيت، ممكن تخلطوا بين الزيت العاديه والبلديه. المهم انا عندي الطنجره اللي هي صغيره فقسمت قسمت يعني الدجاج على جوج، وغادي نخليه على عافيه مهيله على ما ديك البصله ديالنا كتطلق ديك الماء ديالها، يعني غادي نطيبها غير في الماء ديال البصله. فكيف كتشوفوا هنا الماء بدا كيتكون صافي غنغطي عليها ونخلي الدجاج حتى يطيب على خاطرو. يفوا ما كيطيب الدجاج كنزولوه كنحتفظ به في واحد التبصيل بوحدو، وكندوز البصله. هنا بالنسبه لي البصله جمعتها بجوج بها، يعني الطنجره بجوج بهم جمعتهم في وحده. درت معلقه كبيره ديال الزبده، معلقه كبيره ديال القرفه، شويه ديال القزبر معدنوس. هنا غادي ندير السكر كيبقى على حسب الذوق ديالكم، ما تقويوش بزاف باش ما تجيش حلوه بزاف، حيت ملي كتجي حلوه بزاف فكتولي كتقهر بزاف. صافي غنديرها على عافيه متوسطه، وغادي نبقى كل مره كنحرك حتى كنحصل على واحد البصله اللي واقفه في الزويته ما فيها حتى قطره ديال الماء. كيف ما كتشوفوا معايا كتولي بحال هكذا معسله. انا هنا درت واحد التجربه اللي هي هاد المرقه ما درتش فيها السكر، درت فيها معلقه واحده ديال السكر. انا مولفه دائما كندير فيها السكر عادي يعني هكا شويه ماشي بزاف، ولكن هاد المره قلت انا نجرب المرقه اللي تكون مالحه ماشي زعما حلوه كيف ما مولفين كنديروا ديما. ولكن صراحه هي جات زوينه شويه، ولكن ماشي بحال ملي كتكون فيها السكر. ملي كتكون فيها يعني ديك الحلاوه كتجي احسن. فهنا كيف ما شفتوا معايا البصله ديالي غادي ناخذ اكثر من نصف الكميه ديال هاد البصله وغادي نحتفظ بها، واللي تبقى غادي نضيف ليه تقريبا 6 ديال البيضات اللي هكا طربتهم مع بعضيتهم، وغادي نضيفهم هنايا على عافيه اللي تكون متوسطه ولا مرتفعه ماشي مشكل. غادي نضيف هنايا النكهه ديال الزهر، غادي نضيف معلقه صغيره ديال القرفه، وغادي نبدا كنحرك حتى كنحصل على داك البيض ديالي يعني كيولي مجموع. فكيف ما قلت لكم انا لنا المرقه ديالي جات مالحه، يعني قلت انا غنخلي هذه المرقه تكون مالحه واللوز يكون حلو، ويعني باش يكون داك المزيج ديال الملوحه والحلاوه. ولكن صراحه لو انا ديك الحلاوه اللي كنضيفوا حتى في المرقه كتجي حسن. المهم ما كنقويوش بزاف، راه كنديروا غير شويه ديال السكر، غير هو كيجي احسن، يعني الطعم ديالو كيجي احسن بزاف من ان ديك المرقه تكون تبقى هكاك غير مالحه. فهنا كيف غتشوفوا معايا الدجاج ديالي من بعد ما برد كنحاول انني نقطعو اولا نزولو. المهم كنحيد العظم، كنحيد العروقه، كنحيد اي الشوائب اللي ممكن يخسروا لنا البسطيله. كناخذ هذيك الكميه اللي حتفظت بها من البصله، وكنحاول انني نلبس ديك الدجاج كامل بديك البصله. علاش؟ باش ديك الدجاج ما يجينيش ناشف، كيجي هكذا معلك مع ديك البصله. داكشي علاش كيف ما قلت لكم في الاول درت 3 كيلو ونص ديال البصله في 2 دجاجات.
ممكن توصلوا حتى 4 كيلو، راه ماشي مشكل، كتجي معلكه كتجي زوينه. صافي انا كيف غتشوفوا معايا جمعت الكميه كامله ديال الدجاج ديالي وغادي نحتفظ بها وغادي ندوزو نشوفوا اللوز. بالنسبه للوز انا غنحتاج كيلو الا ربع من اللوز. انا كناخذ اللوز كنغسلو مزيان ومن بعد كنديرو مباشره في واحد الماء اللي يكون سخون بزاف بزاف بزاف، كنخليه لمده ديال 5 ديال الدقائق، كنحيدو من داك الماء وكنبدا كنحاول نزول منو داك الجلوف ديالو. صافي كنمسحو مباشره كنوضعو في واحد الزيت اللي كتكون بارده، يعني كناخذ المقله كندير فيها زيت بارده وكنحط فوق منها اللوز. هذيك الساعه كنشعل عليها العافيه اللي تكون مهيله، يعني عافيه مهيله وكتخليه يتحمر على خاطرو بشويه عليه حتى كياخذ هذا اللون هكذا. المهم انا بالنسبه ليا كل مره والبسطيله كيفاش كندير فيها اللوز، مره كنديرو مهرمش، مره كنخلط معاه بخليني كل مره شنو كندير. هاد المره غادي نديرو بهذا الشكل كي غتشوفوا معايا. غادي نحتاج معلقه كبيره ديال القرفه، سكر كلاصي على حسب الذوق، ممكن تحتاجوا 150 غرام تقريبا حتى 200 غرام، كيبقى لكم على حسب الذوق واش بغيتو حلو اولا يعني عادي. وغادي نحتاج المسكه الحره. كناخذ الطحانه ديالي كندير فيها سكر كلاصي، القرفه، النكهه ديال الزهر والمسكه الحره واللوز، وكنبدا كنطحن. ما كنطحنش بزاف حتى كيولي هكا بحال بخليني هكا ميه، لا كنخليه انني نقدر نتحكم فيه بيدي، يعني كيولي بحال شي عجينه بهذا الشكل هكذا. كنضيف له 2 معالق كبار ديال الزبده اللي تكون حيوانيه، كتعطي واحد المذاق اللي هو احسن. وهنا كيف شفتوا معايا ضفت معايا واحد 2 معالق كبار حتى ديال نسلي، يعني حليب مركز محلى. من الا كنتو غديروا هاد النسلي يعني اكيد غادي تنقصوا من الكميه ديال السكر، ما غاديش ديروا السكر بزاف. صافي كنخلط داك المكونات مزيان وكنحتفظ بداك اللوز جانبا. هنا غادي ندوزو باش نوجدوا البسطيله. فكيف كتشوفوا معايا انا كناخذ ورقه، انا كنخدم دائما بالورقه ديال البخار. ورقه ديال البخار احسن 1000 مره من الورقه العاديه صراحه، كتكون رقيقه وزوينه وكتقدر تستخدمي بها باريحيه. المهم كتاخذوها كدهنوها كلها بزيت، اكيد كلها كدهنوها بزيت. هذيك الساعه كتبداو تستخدموا بها، وضروري انكم تغطيوها، الا خليتوها راه ضايع كتنشف. كندير ورقه واحده من التحت وكنحط فوق منها من 5 حتى حتى 6 ديال الورقات على حسب اللي بغيتو، من 5 حتى 6. كل ورقه كتشد النص ديال الورقه الاخرى. وهنا كيف كتشوفوا معايا كندهن البيض كناخذو كندير معاه شويه ديال النكهه ديال الزهر وكنخلطو مزيان. عاد ديك الساعه كنبدا كنلصق ديك الورقه. علاش كنلصق الورقه؟ غير باش كتبقى هكا لاصقه، ما كتبقاش تحرك ملي كندخلها الفران، ما كتبقاش ورقه طالعه ورقه هابطه، كتبقى كلها شاده نفس الفورما يعني وكتبقى زوينه. هنا كيف كتشوفوا كناخذ الدجاج ديالي كيف كتشوفوا راه معلك مع ديك البصله، كيجي زوين احسن بزاف من انه ناشف. حتى داك الدجاج كياخذ ديك لاصوص ديال البصله وهذا كيولي فيه داك المذاق زوين. غير هو كيف انا قلت لكم هذا الذوق ديالي، كل واحد الذوق ديالو. كاين اللي يقدر يخدم بها هكاك مالحه ماشي مشكل. غير هو انا مولفه كندير فيها واحد كميه ديال السكر، كيف ما قلت في الاول ماشي كميه كبيره ديال السكر في ديك المرقه، راه كندير غير واحد شويه، ولكن كتجي ديك الملوحه مع الحلاوه كتجي لذيذه. انا هاد المره خليتها كيف ما شفتوا معلقه واحده ديال السكر اللي درت، ولكن ما جاتنيش نفس المذاق اللي كندير دائما. المهم درت الطبقه الثانيه ديال البيض ودرت الطبقه الثالثه ديال اللوز. بالنسبه للوز شديته وطلقته فوق ورق الطبخ حتى خدا واحد الحجم هكا، يعني عليه قد البسطيله. بالنسبه لنا البسطيله ديالي فيها تقريبا ديك 35 حتى 37 سنتيمتر. صافي وديك الساعه كناخذ واحد ورقه ديال البسطيله وكنغطي فوق اللوز وتنبدا نهز ديك الورقات ديالي اللي كنت ديجا حطيت في الاول وكنبدا كنهزهم كنبدا نحطهم بهذا الشكل هكذا بالمساعده ديال الزيت. كل مره كندير شويه في يدي شويه ديال الزيت وكنبدا نقاد بحال هكذا. وفي الاخر كناخذ البيض وكنبدا كنلصق هاد الثنيات كاملين، كنحاول انني نلصقهم باش كيف ما قلت في الاول ملي كندخل داكشي يطيب تبقى البسطيله مقاده ما كتخسرش في الشكل ديالها. هنا كيف شفتوا كنحاول نحيد هذوك الجوانب اللي كنلقاهم قاصحين، ممكن تحيدوهم في الاول. المهم انا ديك الساعه عرفتي شحال من حاجه كندير البسطيله هنا اللحم خور كيطيب، المهم الف حاجه وحاجه فكنبقى كنخدم وصافي. فهنا كيف شفتوا معايا غادي ناخذ عاوتاني واحد 4 حتى 5 ديال الورقات ديال البسطيله وكنحاول نحطهم بحال هكا. المهم كيف ما قلنا كل ورقه كتاخذ النص، كتشد على النص الاخر ديال الورقه الاخرى. وكنبدا اكيد كنلصق كلشي بالبيض وكنبدا كنحاول انني نلبسها اولا نلمطها بهذا الشكل هكذا كيف كتشوفوا. غير كنلمط عشوائيا ماشي مشكل. غير المهم كندخل هذيك الورقه باش من الفوق كتبقى مقاده. اهم حاجه عندي انها من الفوق تبقى مقاده. هذيك الساعه كناخذ شي حاجه نقدر نقلب فيها هذيك البسطيله ديالي من التحت كيف كتشوفوا راه كتولي عشوائيه. عاد ديك الساعه كتبداو تحيدوا وتبداو تقادوا.
نفس الطريقه يعني تديروا الزيت في يديكم وكتبقاو كتقادوا بهذا الشكل هكذا، كديروا بحال نيات بزاف بزاف بزاف، وكتاخذوا اكيد البيض وكتلصقوا كلشي. هاد النيات كنلصقوهم بالبيض باش يشدوا بلاصتهم، كل حاجه كتبقى مقاده. صافي غنكمل بنفس الطريقه هكا كيف كتشوفوا معايا. وغادي ندخل البسطيله ديالي من بعد ما غنسكها كلها بالكوردون اولا هذاك ديال الشوا، قطيب ديال الشوا. كندخلها الفران اللي كيكون العافيه ديالو مهيله، يعني كتخليوها طيب على المهل باش ان داك الوريقات كاملين كيتقرمشوا وما كيجيوش ما مقرمشينش. المهم صافي انا كيف غنشوف غنكمل يعني بالبيض، كنحاول نلصق كلشي بالبيض. عاد كندير واحد الورقه الاخرانيه باش كتسد على داكشي كامل، وغادي نعاود نقلبها في اللاطه اللي غادي ندخلها الفران بهذا الشكل هكذا. هذا هو الوجه ديالها. دابا قلبتها غادي ندهنها بشويه ديال البيض وشويه ديال الزيت. عاد ديك الساعه غادي نتكها كيف غتشوفوا معايا، وغادي ندخلها طيب. انا هنايا حتى دخلتها طابت وصافي، طابت وسالات وخرجتها تقريبا دات لي ساعه ونص، المهم على حسب الفران ديال كل واحد. من بعد هنا طابت وصافي وخرجتها، ونقول بلاتي نقادها، نسيت ندير لها شي تزيين اخر، وزدت لها هاد الوريقات بهذا الشكل هكذا. واخا غفل لي الفران وتحمرت واحد شويه هادوك البريدات، ولكن ماشي مشكل. ديك البريدات راني لصقتهم بالبيض. صافي انا غادي نزين بشويه ديال السكر كلاصي، كندير له هذيك الصفايه علاش باش كيجيني الشكل ديالو مقاد بحال هكا كيف كتشوفوا. صافي الجوانب ديال البسطيله كندهنهم كلهم بالعسل، وكنبدا كنلصق في لوز افيلي. السين كيبقى اختياري على حسب اللي متوفر عندكم، على حسب اللي بغيتو نتوما. هنا كناخذ شويه ديال البريوات اللي ديجا وجدتها هما بالعقده عادي، وكنحطهم هكا باش كنزين بهم. ممكن ديروا اي حاجه بغيتو. هنا غادي ناخذ شويه ديال الورد حتى هو كنزين. المهم كنحاول نعطي واحد الحياه لهاد البسطيله. وصافي انا كيف كتشوفوا معايا حتى شويه ديال البيستاج درتو هذا من الفوق، وكيولي هذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله ديالنا. كتجي لذيذه ومعلكه، اهم حاجه كتجي معلكه وغزاله. فكنتمنى ان شاء الله الفيديو اليوم من اعجابكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.